مصيبة يا كليب، يا كليب. هاي شنو غير دق الباب؟ مولاي الامير، ها طفوا علينا. عباتي جاهزه نفلت. ويحك، تتخبأ بالعباءة خوفا؟ ويحك. لا شنو ويحك؟ ويحك. انا لازمون اقول لهم حامل. هل وصلوا يا مولاي الامير؟ سيصلون قريبا، ولكن المشكلة ليست هنا. ماذا صاير؟ صعد العرق. ايش الشارب؟ ولك صعد السعرة. عبالي صعد براسك. منذ متى صعد العرق؟ انا امس صرفت بطل 128 من مشروبات سكري فجرني. ولك مو الورق، العرق صعد سعرة لأن منعوه. منعوه في دولتهم وليس في دولتنا. ولكن يا كليب، ماذا لو منعوه في دولتنا؟ ولك أنا طلقة واحدة ما أقدر أرمي إذا ما أهف لي بطل. صدقت يا مولاي الأمير، صدقت. أنا لا أدخل المعركة إلا وأنا سكران في كامل قواي العقلية. البطل في يميني والحبوب في حلقي. تقص الحرب وأنا ما أدري شنو. يا كليب فكر معي، كيف سنسكر إذا منعوه في دولتنا؟ هو حل واحد، أشم باطك وتشم باطي. لو نموت من الخيسة لو ننكت الفطيسة. كلا أنا أرفض هذا المقترح. لا تخاف، إذا منعوا الخمر في دولتنا سنذهب إلى دولة أخرى. ما رأيك بأذربيجان؟ يقولون إنها رخيصة كلش، والخمر متوفر، وهناك نمارس جهاد يبدو أنك أصبت بجهاد الكحاح. كلا البتة. هاي مالت أنا قلت بذاك المشهد. حسنا يا كليب، أقول لك باقي عندي نص عرق من البارحة، هيا معي لنحتسي. سمعا وطاعا نقول نذكر بأمرك. للفرحة كون حزام ناسف وفجرك. هاد يا كليب. تعذرني والله عندي تفجير بعد دقيقتين. السلام عليكم. واقف بالسرة. السلام وين؟ ايه ماشي. دل الاستاذ. جاي دور. سرة ما نمل اطلق وراه. واقف بالسرة حبيبي، واقف بالسرة. بالسرة. جاي سوي. ابدا اوقف بالسرة ورا خيالي. ايش وقت تتعلمون النظام؟ طيني معاملتك. تفضل استاذ، تفضل الله يحفظك. تفضل استاذ. شنو اسمك طافر؟ شو القضية شادي؟ شنو طافر؟ ظافر. وشنو يثبت اسمك ظافر؟ مكتوب، شوف هنا على البطارية ظافر نوت 7. تشوفها؟ لا طافر منو؟ الكفر مال اسمي هذا طافر. شو القضية استاذ؟ هي هنا بالاستنساخ ما واضحة النقطة. حبيبي روح جيب الجنسية خليني اتاكد. تفضل استاذ، تفضل. هاي ايش قد؟ 2. الله يعمي عيونك الاثنين اذا قريت اسم امي. طيني. هاي النقطة ما واضحة. هذا اسمه ابوي شاعر عالي ما يبين شيء. حبيبي هاي قدامي اسمك طافر. اقلبها شوف الجنس ارنب. طافر ارنب مع الاولاد الغابه. خويا كذب عليك، هاي اسمك قدامي طافر. خلاص مشي. اوكي انا اسمي الثلاثي طافر على السطح عبد الله. وينك واحد اسمه طافر؟ وروح جيب لي صح الصدور تثبت ان اسمك طافر. هات. لا ابوك استاذ. هي نقطة. رئيس جمهورية ايش قده وش كبره ما حد شايفه، ما مبين، ما ندري بيه وين، وانت جاي تحاسبني على نقطة. حبيبي روح جيب لي صح الصدور تثبت ان اسمك طافر. دلت. هاي صح الصدور. هاي شنو هاي طافر. شوف انا طافر طفرت لك حتى اثبت لك انا طافر. انا اسمي طافر. خلاص راح امشيها. مشيها. اسمك طافر. عافية استاذ خلاص. اي والله استاذ مشي. اسم ابوك خرعل؟ خرعل شنو؟ طنطل هو خزعل. هاي نقطة ما واضحة. هاي شنو بالورث؟ اختي خذت حصلت النقطة. السلام عليكم. السلام. هلا حبيبي. العفو، اكو خطأ صار بالمعاملة. هنا مكتوب 10 ملايين بس جماعتنا اللي اتصلوا بيك العفو السعر 100 مليون. هاي سهلة. اي والله هاي سهلة. هاي نقطة صارت 100 مليون. ألف شكر. سلمنا عليهم حبيبي. ها كبر حزن اليوم يترس له جنطة. رحمة على بيك ذاك دايم نقطة. تفضل حبيبي امرني. نص الكتب بفلوس وتبهدل الحال. وين الوجه نمطيه يا محمد اقبال؟ ابني اجى عندكم انطيتوه نص الكتب ونص الباقي قلتوا له اشتري من السوق. ليش؟ ابنك طالب عندنا؟ لا معلقينه هيتر بغرفة مدرسين. اصيح عليك مو هذا قبالك؟ هذا طالب عندنا. شو اسمك انت؟ انا ما مسوي شيء. لا تخبروني. هذا المشارب طالب عندنا. لا هذا الشريحة من المجتمع. وجهه مال حرامي، كرشه مال عظام، طوله مال براد، عقله هبيات، وعمره ابتدائية. هو بيصف.
هو بكل الصفوف تلقاه بالاول بالثالث بالخامس، حتى خط معلومات عنده. لا ابا لا استاذ، انا نجحت من الخامس بس ما اقدر اروح للسادس. يصير اروح دبي؟ هسه هو بكالوريا شلون راح ينجح وانتم منطينا بس نص الكتب؟ شلون؟ لا نوبه جديده شنو؟ تعطونا مناهج قديمه وتمتحنوا بالجديد. دراسه لو كاميرا خفيه هاي. خوي لو تشتريهن من السوق، لو تسحبهن من النت وتطبعهن. عجيب، يعني مدارس فارغه ما بها كتب والكتب موجوده كلها بالسوق. والله بدي اسالك سؤال، ياهو الارخص القراءه لو الفلفل؟ السمبوسه. خذ نروح نسجلهم بالمحلات، علي من جايبيهم مدارس. صدق كذب الوزاره مو عندها عقد ويا مطابع؟ وين المناهج؟ وين الكتب؟ خوي لا تنفعل، هذا ابنك بريء، لا تنفعل قدامي. الكتب موجودات في السوق، الله يخليك. من كل طفل والله بقتل براءه. اشتغل للمسواق لو للقراءه. عد شيب حبيبي لازم هو تعدي ومبين ابنك شاطر وراح ينجح بدون كتب. انجح بدون كتاب بالغلط رايح. انا بكتب وجلاد وبشتى طايح. عاد هات القلب وكل شيء. انت خالي حجي شي باباتي شو اصيح لك؟ المهم انت شنو عندك نقص كتب؟ التمن والزين. لا شنو لك مو بالحصه، هذا مدير مدرستك اعذرنا استاذ، مو هو متعود يجيب الحصه وياكل نصها. عادي ماكو مشكله. المهم انت شنو عندك نقص كتب؟ استاذ الرياضيات والانجليزي والقراءه والجغرافيا ورقم 6 هيفاء. اسمع هذا عندي كتاب انجليزي بس الجلاد. بس الجلاد خو ما مسبوق بضربه شيء. ما بي شيء مقبول. عافيه. وهذا عندك رياضيات. شنو هذا مفجرين بيه جدول الضرب هذا شنو؟ زين. وهذا علوم بس الطبعه القديمه. هذا راح اسقطه واجيب لك كيمياء جديده. ماكو مشكله. وهذا عندك هذا كتاب جديد نص تاريخ ونص جغرافيا. لا لو نص تاريخ ونص قطعه نبني له مشتمل. هي هاي الكتب الخابصنا فيها وحاسب حالنا كتب. كويس القضية، أنا هم مثلك عندي جال وجاي اشتري لهم كتب ب5000 وب6000 اشتري لهم لازم. بابا ما لازم ندرس هاي السنة. تعال طينا احنا عندنا اختراعات بعد ما نحتاج كتبكم. انا شلون راح ادرس ابني بطريقة مبتكرة وجديدة. هاك شوف مو كان الرياضيات شو راح ادرسه؟ جبت له حاسبة وفيته راح ادرسه رياضيات، هاي وحدة. شوف العلوم جبت له جمجمة مال بيبيته بيبي عضتني بيبي. زين هاي جمجمة راح ادرسه عليها علوم. الانجليزي جبت لك كتالوج مال سبلت راح ادرسه عليه. زين سلمنا على وزارتكم وقلها مشكورة وما قصرت. شنو ابو جاسم؟ شنو هذا الدرج وين صاعد؟ بدي اصعد الكاس العالم. دا اروح اسوق. افتهم تسوق الدرج شو تسوي بيه؟ مو قالوا يسوق صاعد ودي اصعد وياه. شو تريد؟ يا اخي جبت موافقه من دائره الكهرباء؟ اي طبعا جبت موافقه، الكهرباء موافقه، بس انه جاي نكمل الغرفه وان شاء الله نتزوج. مو ما تجي يا موتك اذا جيت. 13 سنه احنا محموسين حمس بالكهرباء وهسه انت جاي تقول لي جيب موافقه. يا اخي بس ما يصير، هذا العمود مو ملكك ببعدك. شنو بورثه هذا العمود؟ شنو هو عمود نابت بالقاع؟ شو القضيه؟ فهمنا عمود بالقاع، بس هذا ملك الشعب، لازم تاخذ موافقتهم كلهم، يلا تسحب له خط. شو القضيه؟ ساحب اقليم، هو خط كهرباء. يا اخي هسه انت بس بيتك بالقليل يراد لك 2 ميجا باط. 2 ميجا باط؟ يولي خط الكهرباء، راح اسحب لك معطر. يا اخي ما يصير، انت تسحب وهذا يسحب وذاك يسحب، ايش راح يظل بيه هذا العمود؟ طبعا والله لزق، الدولار راح يصعد وانا بعد ما صعد، خليه يصعد. يا اخي ما يصير هيك، كل من اجى وشطل بكيفه. ما تقول لي الكهرباء شلون راح تستقر؟ هو بلد بكبره ما مستقر، تريد الكهرباء تستقر؟ خيعونك كلب استقر ولا يهمك. هسه راح اخابر لك وزير الكهرباء ويعطيني الموافقه. بعد شو تريد؟ يقول ليس لديك وطنيه كامله لاتمام المكالمه. اوقف خلي ادق على المولد. اوقف. يقول يرجى تعبئه المولد بالغاز قبل ان ياتي الظهر وتنحمس حمس. وخر خله اصعد. لا ما تصعد يا اخي، واجبي الاخلاقي يحتم علي ما اخليك تصعد. وانا واجبي الحيواني يحتم علي راح ازقطك. وخر. سمعت؟ هاي مولدة كهرباء طقت، شنو السبب؟ بسبب هذا التشطل مالتكم. هو حل واحد ماكو غيره. شنو هو؟ من تطفى الكهرباء عندنا راح اجيب الجهال والمرة نجي يمكم. واذا طفت عندنا؟ شغل مولد. يا عاصب الراس وينك يا عاصب الراس وينك يا مولاي الامير، مولاي الامير. نعم
لا شفنا حور العين، لا شفنا جنة. طب الحشد والجيش تلاحق لنا. هاد يا كليب. القصيدة طويلة، ايش أعد؟ الحقنا، القوة العراقية تقتحم الموصل، الرصاص يأتينا من كل جهات. لا تخف يا كليب، سنسدد عليهم. شو سدد يا رونالدو؟ شو سدد؟ جاي يضمون علينا حتى شلاليق. ما هذا يا كليب؟ هل أنت خائف؟ بشرفك وهذا وجه زلمة؟ طبعا خائف. يا كليب خذ هذه العبوة الناسفة، سنطقها على قوات الجيش العراقي. خاب روح نمو زين ما انفجرت. خاب روح، ليش ما اعطيك لك بيضتين وتسكت؟ مولاي الامير، انا طالع من الدولة الاسلامية. لماذا؟ طلعت عين من هو؟ لانكم كذبتم علي، قلتوا لي سنزوجك الى حور العين. صار لي سنتين وياكم، رقم بنيه ما محصل، ادري اصاحب لحيتي. اصبر يا كليب. كلا البتة، كلا البتة، ما ظل صبر وياك، لا ظلت اخلاق، ما رايدان الحور، لو بدي حلاك ولا تقول لي قاعد اعرفك. يا كليب يبدو ان عقلك اصبح جرابا. حتى لو اصبح عقلي جرابا، المهم هي عقيدتي. وما هي عقيدتك؟ الفرد الثاني مال الجراب. افرح يا كليب، يبدو انك ستنال الشهادة. بس لا كمان ما بيها دور ثاني. كلا يا كليب، ليس شهادة دراسية، إنها شهادة خلود. ما أريد شهادة، اعطوني رقم خلود وخلفت. يا كليب إنها الشهادة التي ستؤدي بك إلى حور العين. يا كليب خذ هذا الحزام الناسف. أنا لا أريد حزام ناسف، أريد بامبرز لا رطوبة بعد اليوم. يا كليب حتى تصل إلى حور العين يجب أن تفجر نفسك. أفجر نفسي؟ ايش راح أوصل لحور العين معلاق؟ لا تخف يا كليب، إن حور العين ستجمع أشلاءك. إيه مو دومنا، أنا دومنا، هي قاعدة تصفط من مزاجها. اطمئن، مصيرنا نحن الاثنين في الجنة. يا جنة يا جنة، هي مال دروب، احنا حديقة الحيوان هواية علينا، لكني سأستسلم إليكم. لكن لا أعرف كيف يعمل هذا الحزام، هل هو على البصمة؟ كلا يا كليب، عندما تصل إلى مكان التفجير ما عليك سوى أن تضغط هذا الزر. هذا الزر؟ مولاي الأمير. نعم يا كليب. ترقد خالتك. السلام عليكم. توجه الحكومة الأخير راح تمنح الموظف إجازة 5 سنوات وبراتب اسمي. الله يرحم والديهم. وناس تقول بدون راتب اسمي. الله يحرق صفحتهم. أسئلة كثيرة تخص هذا القرار أسأل بها ضيوفي في برنامج شاي وكذب. أستاذ كامل، الحكومة تقول إجازة 5 سنوات اختيارية، فهل... لا أستاذ، الحكومة ما قالت إجازة اختيارية. اي الحكومة قالت راح نعطي إجازة 5 سنوات، والموظف بكيفه يريدها ما يريدها هو يختار. نفس الحكي العاد، أنا شنو قلت؟ اختيارية. لا أستاذ، هناك فرق واضح. إذا أردنا معرفة معطيات هذا القرار فلا بد أن ندخل في عمق هذا القرار من أجل أن نرى قراقير القرار حتى نستطيع أن نقرقر. وأنا أشوف لو تطلع فاصل أنا ما فاصل مشاهدينا، فاصل قصير فوق الركبة وراجعين. أقول لك أنت يا قراقير خبصتنا فيها. ما أدري إيش حكيت أنا، ما أدري. هو يقصد يقولون الإجازة اختيارية ويقولون الإجازة إجبارية، والله أعلم. برافو عليك، دقها حجي. ان شاء الله انا اقول له انت تجي تقعد هنا، انا اصير مقدم وانت تروح تجيب لنا شاي. اقعد وين قايم وانت يا شاي؟ بابا انا مقدم برنامج. اوكي. اهلا بكم مشاهدينا بعد الفاصل. استاذ كامل، اقول لك انت شنو تسال؟ بس استاذ كامل كان شنو هنا؟ استاذ ناقص؟ لا هو كامل الدسم وانا قليل الدسم، واسطات ما تطفون. بس كافي. استاذ كامل، برايك القرار يشمل جميع الوزارات لو اكو بعض الوزارات مستثنيه من القرار؟ يقولون كل الوزارات مشمولة. نعم. ويقولون بعض الوزارات ما مشمولة، والله أعلم. طيب أستاذ محمد، نعم. تقدر تحدد لي الوزارات اللي ما مشمولة؟ وانا لحيتي ما محددها، انا بحدد لك وزارات. من وجهة نظري الوزارات مثل الدفاع والصحة والداخلية، نعم، الإجازة الطويلة ما تصير لهم. نعم. لأن إحنا نحتاج الطبيب ونحتاج الجندي ونحتاج رجل الأمن يومي. صحيح يعني هذا الرجل الطيب اذا صعد عنده السكر هذا والاطباء كلهم مجازين، شلون يحطون روحه شاي ويخوض؟ طيب شلون؟ سؤال لكم اثنينكم، تعتقدون مجلس النواب راح يصوت بالاجماع على هذا القرار لو اكو بعض النواب راح يعترضون؟ لا استاذ، ماكو نواب معترضين، ماكو، بس اكو نواب موافقين واكو نواب ما موافقين. بعد انا شنو قلت؟ هم نفس الحكي. لا، هناك فرق واضح. حتى نعرف هذا الموضوع لابد من دخول الى حيثيات الموضوع لكي نفهم الواقع السياسي المرير الذي القى بظلاله على عاتقنا. فمن هنا انا اقول له تطلع فاصل، انا ما جاي بس كافي، هو صوشي انا اسالك. استاذ كامل،
متى برأيك يطبق هذا القرار؟ هو ايش مدري المرحوم قضاها علينا يقولون والله اعلم خوي. حتى يطبق هذا القرار لابد من دراسه الواقع الشيزوفريني للقيم المتهالكه. فعندنا نزول الايفون 7 اكيد الايفون 6 راح يرخص، فالايفون 7 عنده امتيازات مهمه جدا. فمن هنا نستطيع ان نقول يعني من المعيب جدا حقيقه ان تعرفوني اسولف ببحري وتطلعون يا ما تستحون ويا بضاب عليكم. انا اقدم البرنامج، هو الشيء راد لي ما تقول لي انا اقدم البرنامج. اهلا بكم مشاهدينا الكرام. ادري يا حكومه يعني انتم من تتوجهون على هيك قرار غير يطلع واحد من عندكم يوضح للناس يفهمها. هو واحد المحللين ما مفتهمين. شباب متى يبثوا هذا وبايش الساعه؟